اليوم يوفى في مدينة مدين المهرجان المتوسطي لمسرح الناشئة. كمال العلاوي المسرحي المعروف سجل حضوره في هذه الدورة. ايش تعني انه حضوره في هذه الدورة وانت اكدت رغم الشيب اللي غزا راسك واللحية نتاعك انت شباب على الدوام؟ المسألة كلها متعلقة بالمنهجية بتاع المؤطرين بتاع الأطفال خصوصا في الفئات العمرية كلها حتى اليافعين كلها حكاية منهجية. كيفاش تنجم تتعامل مع طفل في مسألة النصوص المسرحية، خاصة معروف أنه ثم أزمة على مستوى عربي في مسألة الكتابة المسرحية. الكتابة المسرحية جد معقدة. إذا هما إذا كانوا يتعاملوا مع الأطفال يأطروهم في المجال هذا فهمت؟ يكون عندهم الأدوات على الأقل الأساسية، يعني الأبسيدية بتاع الكتابة. إذا معناها المسألة كلها متعلقة بالنوعية وبالفئات. الفئة العمرية هذه ما نجمش نطبق عليها الكتابة بتاع الفئة العمرية مع 12 ولا 13 ولا 14 سنة، يعني كان 5 سنين 6 سنين 7 سنين. واضح. ولكن النوعية بتاع الكتابة إذا كان يافعين ثم نوعية أخرى بتاع الكتابة. ثم بناء الدرامية، بناء الشخصيات، الأشياء وكذا مش ما تلقاش فيها تعثر ولا خلل. شكرا لكم. بقات لك 30 ثانية أنت حمزة عون مهندس هذا المهرجان. في 30 ثانية كيفاش تقدم هذه الدورة؟ وهناك حرص كبير على التجديد وأيضا على تشجيع الناشئة على المسرح. أكيد هو المهرجان المتوسطي مسرح الناشئة من تنظيم الجمعية المتوسطية للفنون بالشراكة مع مركز الفنون الدرامية والرحيم بالمدينة والمركب الثقافي وبدعم بالطبيعة من مندوبية الشؤون الثقافية بالمدينة ووزارة الشؤون الثقافية. هذا المهرجان بالطبيعة ينطلق أثناء بطموحات كبيرة بأمال أكبر بالطبيعة. احنا نخدم على فئة عمرية مهمة جدا، واكيد جدا نحن نشتغلوا على من خلال التربصات، من خلال بالطبيعه اضفنا على مسابقه جديده، مسابقه الراوي الصغير من اجل صقل المواهب الصغيرات بتاعنا من 8 تقريبا الى 12 سنه. هذا المهرجان اكيد جدا فيه عروض دوليه، عروض وطنيه زاد مهمه جدا في هذه الدوره الرابعه. في انتظار اكيد جدا نرجع طموحاتنا تكبر اكثر وتكونوا معناها تكون عندنا برشا عروض من الحوض المتوسط ان شاء الله في اقرب الدورات.